أهلا بيكم في مساحتنا الآمنة اللي بنربط بيها هنا القلب والعقل والوعي والروح. للي بيتفرج عليا لأول مرة، أنا ريهام، أنا طبيبة نفسية و يوجا كوتش ولايف كوتش، وأيضا صانعة محتوى مهتمة جدا بإن أنا أرفع الوعي وأساعد الناس على قد ما أقدر بإن هم يفهموا نفسهم أكتر. حقيقة الcommunity بتاعي، مجتمعي، الناس اللي متابعينّي من زمان طلبوا منّي الفيديو ده تحديدًا، وهو إن أنا أتكلّم عن تنظيم الجهاز العصبي، بما إن ناس كتيرة أوي الفترة دي بتتكلّم عنّه وبتتكلّم عن أهميته. لمّا بنسمع موضوع إن أنا أنظّم جهازي العصبي، أنا محتاج إن أنا أفهم إن إحنا بنتكلّم عن أنهي نوع من الجهاز العصبي، لإن الجهاز العصبي نوعين، إحنا بنتكلّم عن اللا إرادي اللي فيهم مش الإرادي. مش اللي هو باتحكّم فيه، زي إن أنا مُخّي بيدّي إشارة لأعصابي الطرفية مثلًا فأمشي، فآكل، فأحرّك إيدي. لأ، إحنا بنتكلّم عن التاني، اللي هو مسؤول عن جميع العمليات الحيوية داخل الجسم، اللي إحنا ما لناش إرادة عليها، ومسؤول على إفراز الهرمونات وما إلى ذلك يعني. هو بيتقسم لنوعين، الجهاز السمبثاوي والباراسمبثاوي. السمبثاوي ده اللي بيخلّينا نبقى متأهبين، اللي بيخلّينا بيزوّد ضربات القلب شوية، بيخلّينا نعرق، بيزوّد تركيزنا شوية في البداية أوكي. آمم يعني هو أكتر بيبقى موجود في حالات الخطر والقلق وكده. الباراسمبثاوي هو العكس، هو الجهاز العصبي المسؤول عن التهدية، النوم، كل الحاجات اللي فيها slowing down. الناس اللي بتعمل meditation ويوجا هو بيبقى غرضهم إن هم يدخّلوا نَفْسهم في الحالة دي، في حالة الparasympathetic، علشان يحسّوا بالهدوء النفسي والراحة وكده. إحنا في الحقيقة محتاجين النوعين من الجهاز العصبي يكونوا شغالين مع بعض within balance. لكن اللي حاصل الفترة دي إنه بسبب ظروف المعيشة وبسبب المشاكل النفسية اللي عندنا، معظمنا في حالة استنفار دايم، يعني الsympathetic هو اللي شغال معظم الوقت. آمم، فبنلاقي ناس عندها قلق، عندها anxiety، عندها panic attacks، كل ده علشان خاطر إنه السمبثاوي زايد عن الحد. حتى وكمان الظروف الحياة اللي إحنا عايشين فيها بشكل عادي تحفّزه أصلًا، لإن أنت طول الوقت ماشي مستثيرات طول الوقت، أصوات عالية طول الوقت، أخبار مش كويسة طول الوقت، مشاكل اقتصادية، خوف على الفلوس، خوف من بُكرة، فيعني هو مخلّيه يسود الموقف، وطبعًا ده بيأدّي لاضطرابات هرمونية، يعني لو جسديًا هيأدّي لاضطرابات هرمونية. وأيضًا يعني ما هو الpanic attack؟ هو حالة استنفار عالية جدًا بسبب إنه الsympathetic شغّال على الآخر، والanxiety كمان أوكي. آمم فإحنا محتاجين الجهاز اللي هو السمبثاوي ده، بس محتاجينه يكون باتزان طول الوقت مع التاني، اللي هو بيخلّينا هاديين، عارفين نفكّر أكتر، تركيزنا أعلى، و وslowing down، محتاجينه يكون في التوازن مع ده، لإن برضه لو الParasympathetic فضل شغّال زيادة عن اللزوم، ده بقى اللي هو الناس اللي بتبقى يعني تيجي قدّام موقف مهم وتلاقيها تجمّدت، لإن إحنا بنقول إن الناس اللي عندها مشاكل نفسية يا إمّا تهرب، تهاجم، أو بتfreeze، وده مش ما لوش علاقة بإنّك أنت بتبقى عندك يعني مشاكل نفسية، بس هو ده طبيعة الجهازين دول. لكن في ناس من كتر ما التروما بيبقى هو ده رَد فعلهم طول الوقت، بيبقى جهازهم العصبي مش متّزن، فيعني إحنا المفروض بنبقى تحت الحالة دي تحت خطر، لكن هُم بيبقى الكلام العادي، اليوم العادي بالنسبة لهم، بالنسبة لجهازهم العصبي يعتبر خطر. الخطر بنستجيب له بطريقتين، يا إمّا إن إحنا بنfight وflight اللي هو sympathetic، يا إمّا بنfreeze اللي هو الparassympathetic، فبرضه الاتنين لمّا بيكونوا موجودين بشكل زيادة مش أحسن حاجة. بس إحنا زي ما قُلت إنه في المجتمع اللي إحنا قاعدين فيه ده، لأ، السمبثاوي هو اللي شغّال أكتر، و وهو بيشتغل بطريقتين، اللي هو طريقة سريعة وطريقة بطيئة شوية. الطريقة السريعة اللي هو على طول بيفرز أدرينالين ونور أدرينالين ويخلّينا متأهبين ويخلّينا بنتحرك بسرعة ويخلّينا متعصبين ويخلّي ضربات القلب سريعة وكده. لكن كمان في axis تاني هرموني، إن هو بيطلّع كورتيزون.
كورتيزول. الكورتيزول مشكلته إن هو برضه يعني مرتبط ارتباط شديد جدًا بالanxiety وبالdepression وبزيادة الوزن، إنه بيحبس مَيّة، فده اللي هتلاقيه بقى الناس اللي عندها توتر وقلق على مستوى chronic. فالمقدمة دي كلها عشان نفهم إحنا إيه اللي إحنا بنحاول بالضبط إن إحنا ننظّمه، أو إيه اللي إحنا بنحاول آمم يعني نوصل له من خلال كلمة تنظيم الجهاز العصبي. هارجع وأتكلم إنه البيئة اللي إحنا عايشين فيها بالفعل مخلية الدنيا شوية صعبة علينا، لأن البني آدمين على مرور القرون كانوا بينظموا نفسهم، بينظموا الجهاز العصبي من خلال تواجدهم جنب بعض. إحنا دلوقتي بقينا أكتر، يعني الحالات الوحدة بقت عبارة عن epidemia، عبارة عن epidemic، عبارة عن زي وباء. يعني لما بنشوف الإحصائيات دلوقتي، الناس معظمها وحيدة، الناس معظمها عايشة لوحدها، في طلاق كتير، في تأخر في سن الزواج. آمم، الإنسان حقيقي بيحتاج إن هو ينظّم نَفْسه فسيولوجيًا بجسم تاني جنبه. يعني لمّا يكون في جسم تاني موجود جنبك، نَفَسه بينظّم نَفَسك. يعني لو أنت، عشان كده الأطفال لمّا بيتضايقوا أو بيخافوا بيجروا على مامتهم، لإنه لو أنت متضايق وقاعد جنب حد هادي ونَفَسه هادي، أنت جسمك مع الوقت بيsync مع جسمه. عشان كده إحنا محتاجين الناس في حياتنا عشان ننظّم نَفْسنا معاهم، مش عشان كده بس، عشان بنحبهم، ولكن ده كمان حاجة من الحاجات اللي تخلّي إن العلاقات الإنسانية مهمة جدًا، وتواجدنا جنب بعض مهم جدًا، وإن الوحدة دي حاجة يعني يعني سبب بلاوي. برضه إحنا عايشين في cubicles دلوقتي، ما عدناش بنشوف خضار كما يجب، ما بنشوفش طبيعة كما يجب. ده كمان بيزوّد التوتر يعني. آمم، بس الحاجة الحلوة إن المُخ التخيُّل بيبقى بقوة الحقيقة. يعني حتى لو أنت مش عايش في مكان أخضر أو فيه مَيّة، لمّا تشوف المنظر ده أو تعمل خصوصًا الguided meditation اللي بيبقى فيه مثلًا صوت مطر أو صوت مَيّة أو كده، دماغك ممكن تخش في الحالة بتاعة الparasympathetic بمنتهى السلاسة. يعني المُخ حلو في الحتّة دي، إن أنت تقدر تشتغله يعني. فحتى لو الناس ما عندهاش القدرة إن هي تروح أماكن أو كده، على الأقل اعمل meditation في البيت، اتفرّج على مناظر خضرا. مش هتبقى effective زي ما تكون في مكان أخضر، بس تنفع. أمّال هُم ليه عملوا الguided meditations اللي موجودة على اليوتيوب هنا وفي كل حتّة يعني بالطريقة دي؟ ما هي علشان بتجيب نتيجة في إن البني آدم فعلًا بيهدى. آمم، هنتكلم برضه عن إنه موضوع إنه البني آدم عايز ينظّم جهازه العصبي ده يعني داخل في كل حاجة في الحياة. يعني داخل مثلًا في نمط التعلُّق بتاعنا، داخل في المخدرات مثلًا، داخل في اختيارنا لهدومنا، داخل في اختيارنا لأكلنا، داخل في اختيارنا. يعني الموضوع إن إحنا بنقول إحنا عايزين ننظّم جهازنا العصبي، الإنسان مولود عايز ينظّم جهازه العصبي by the way يعني، بس الطريقة اللي إحنا بننظّم بيها جهازنا العصبي ممكن تكون الطريقة نفسها مريضة، محتاجة يعني مشكلة محتاجة حل. إزاي مثلًا؟ يعني الناس مثلًا اللي نمط تعلُّقها تجنُّبي مثلًا، هي لمّا بتعمل الفَر والكَر والكلام ده مع الناس اللي بتحبها، هي علشان بتبقى خايفة جدًا والسمبثاوي بيشتغل جامد جدًا لإن عندها خوف من الهَجْر، فبتبعد عشان تنظّم جهازها العصبي، مش دايمًا بتكون قصدها تأذي. ده مش مُبرِّر by the way، علشان أنا باحب دايمًا أفرّق إنه كلامي يكون دقيق. ده مش مُبرِّر، الأذية أذية حتى لو كان الشخص بيعملها عشان ينظّم جهازه العصبي، لإن أنت بتنظّم جهازك العصبي على حساب جهازي أنا العصبي، أو يعني فاهمني؟ الناس برضه اللي بتروح مثلًا إنها ت ت ت تشرب مخدرات، تشرب سجاير، أيًا كان، هي بتحاول تدخّل نفسها في parasympathetic by the way. بس المشكلة بقى في الحاجات المخدرات والكلام ده، إنها بتقوم ضاربة حاجة اسمها نظام المكافأة، فبيخلّي المُخ عامل زي الflying monkey، عايز أو يعني عامل زي الmonkey بيتنطط، عايز الحاجة دي طول الوقت، لإن أنت دخلت على حتّة اللي هو جهاز المكافأة اللي هو الطبيعي اللي ربنا خلقه ياخد حاجة بسيطة ويدّيك دوبامين، بهدلته. فطبعًا ده مشكلة. فبس لمّا نفهم إنه الناس بتعمل كل التصرفات دي عشان يا عيني في الآخر بس ينظموا جهازهم العصبي، ده بيفتح عينينا على حاجات كتير يعني. برضه الناس مثلًا اللي عندها overeating،
ممكن في الغالب هم عايزين يهدوا، عايزين يهدوا، عايزين يطلّعوا العصبية أو يطلّعوا الخوف في الchewing. آمم فلمّا نفهم موضوع الجهاز العصبي ده بالذات، نفهم حاجات كتيرة أوي عن البني آدم، ونفهم إنه كل حاجة intertwined أو كل حاجة متداخلة في بعضها بشكل سبحان الله غريب جدًا. فالبني آدم ما ينفعش إن هو يقول يعني لأ أنا هاعالج نفسي من غير ما أعالج مثلًا جهازي العصبي، من غير ما أعالج نفسي، يعني كلّه متداخل ببعضه وكلّه بيأثّر على بعضه. عشان كده اللي عايز يمشي طريق إن هو يتعالج، يفتح السكة من أي حتّة فيهم ممكن يخُش على الباقي، بس حذاري من حاجة، إنه أحيانًا حتّى الطُرق الطبيعية أو الطُرق الكويسة اللي إحنا بنستخدمها علشان خاطر إن إحنا ننظّم بيها جهازنا العصبي، ممكن تتحوّل برضه لمُسكِّنات يعني أنا شُفت ده في مجتمعات اليوجا. يعني شُفت كتير ناس محتاجين فعلًا علاج نفسي، بس هُم عشان بيعملوا يوجا they think إن هُم تمام عشان هُم طول الوقت numbed، طول الوقت مش حاسين، إن هُم طول الوقت داخلين في parasympathetic. هنا تعتبر اليوجا عَرَض مرضي، مش عَرَض مش حاجة كويسة. بس أنا بابقى متفهمة ليه الناس بتروح للسكك دي، لإن مواجهة النفس صعبة والطريق صعب. بس هو حتى لو الطريق صعب محتاجين نمشي، لإنه محتاجين نحل، لإن هنفضل نمشي في طرق مختصرة مش هتوصّلنا لحاجة. فالبني آدم بيبقى محتاج حكمة إن هو يفرّق ما بين إمتى اللي أنا باعمله ده باعمله علشان خاطر أنا باحاول أحل أو اللي في إيدي دلوقتي، وإمتى باعمله عشان باهرب، أو إمتى هاوصل لمرحلة إن يبقى هروب. وده ما حدش يقوله لك من برّه، أنت محتاج تبقى رقيب على نفسك فيه. عشان كده البني آدم محتاج يعمل علاقة مع نفسه كويسة، يفكّر دايمًا ويحلّل هو بيعمل كده ليه. آمم يعني ده مش حاجة غلط وما تعتبرش مثلًا هوس، ولكن برضه باتزان، لإن أحيانًا ممكن أقعد أفكّر في نَفْسي كتير جدًا لدرجة إن أنا أجيب لنَفْسي حاجات مش موجودة فيّا. تمام، كل حاجة محتاجة جرعات في الدنيا دي، كل حاجة محتاجة balance. برضه ما ينفعش أقول حتى لو أنا هاتكلّم عن تمارين مثلًا تنظّم الجهاز العصبي، ما ينفعش إن أنا أقول إنها بديلة عن علاج نَفْسي. ليه؟ لإن الجسم بيبقى له threshold معيّن إن هو يقدر يعني ينفع نعمل حاجات طبيعية عشان تخلّيه يهدى، لكن بعد threshold معيّن أو بعد حتّة معيّنة بيبقى في اعتلال، ما ينفعش إن أنا أروح أعمل الحاجات دي، مش هتجيب نتيجة، لازم علاج بقى، لازم أروح لطبيب نفسي، ممكن آخُد دوا، ممكن أخضع لجلسات علاج. فبرضه محتاجين نفرّق هل لو أنا متوتّر طول الوقت، لو أنا قلقان طول الوقت، هل ده مجرّد إن أنا بس محتاج شوية تمارين لتنظيم جهازي العصبي، والّا لأ الموضوع داخل معايا في مرض. وده يحدده بقى طول المدة اللي أنت فيها حاسس بالطريقة دي، يحدده لو أنت عندك أعراض تانية، يحدده إن أنت تروح تستشير وتكتشف يعني. أنا دايمًا باحب في كلامي إن أنا أكون دقيقة إلى حدٍ ما علشان ما حدش ياخد كلام وياخد بناءً عليه قرار ممكن يضره، لإن الكلمة حقيقي أمانة. آمم طيب إيه اللي ممكن أنظّم بيه جهازي العصبي أو إزاي؟ أنا شايفة إنه حلول الجذور هي دي اللي بتخلّص يعني. يعني ما ينفعش مثلًا لو أنا في علاقة مثلًا مسيئة أmeditate و و وآه by the way كمان يا جماعة أكيد الصلاة وقراءة القرآن والذهاب للكنائس كل ده برضه بيهدّي الجهاز العصبي ده أكيد، بس لمّا يتعمل بشكل حقيقي authentic ويبقى في اتصال حقيقي مع ربنا، مش يبقى مبني على خوف. لو مبني على خوف بيبوّظ الجهاز العصبي مش بيهدّيه. فباقول يعني لو أنا في علاقة مسيئة مش هيهدّيني إن أنا أروح أعمل meditation. يعني ليه؟ لإن أنا هاعمل meditation من هنا هاخرج من الmeditation هاخد الألم الجديد. فهو الحل هنا إن أنا لازم أسيب الشخص ده، أو يعني أتعالج أو آخد وقفة. أنتم عارفين الطريق في موضوع العلاقات ده هنتكلم عن العلاقات في فيديوهات قادمة. لو أنا عندي مثلًا مديون، أنا مش لو هاروح أقعد على البحر الدين هيروح صح؟ أنا محتاجة أشوف حل عملي. بس هو سبحان الله أحيانًا بيبقى أنا مش عارف أقعد أشوف الحل العملي طول ما أنا متهيج أو مستنفر، فبابقى محتاج شوية تنظيم عشان أقدر أهدى، عشان أعرف أفكّر. طيب إيه الحاجات اللي بنعملها عشان ننظّم بيها الجهاز العصبي؟
أول حاجة مراقبة الأفكار، أيوه بتنظّم الجهاز العصبي، لمّا أكون بس واخد بالي إن دي فكرة في دماغي مش ما هياش أنا، ده بيفرق، لإن المُخ له command على الجسم، أوكي؟ التمارين التنفس رائعة، حدِّث ولا حرج. أنا أعتقد إن أنا قُلت في فيديو سابق اللي هو حُب الذات أعتقد، بعض التمارين التنفس، الرياضة طبعًا، أوكي، ممارسة استرتشات زي اليوجا، إن أنا أكون عندي نوع من الترشيد لطاقتي، إن أنا ما أجيش على نفسي، إن أنا أنظّم أنا باشوف إيه وما باشوفش إيه في التلفزيون، في السوشيال ميديا، أبقى آخد بالي إن في حاجات بتخش بتعمل لي توتر. النوم طبعًا الكويس، إن أنا آخد بالي من نومي، وال وأيضًا الأكل. يعني الكثير من السكريات والأكل اللي هو اللي بيبقى fast food وprocessed food ده بيعمل اضطرابات برضه في الجهاز العصبي، لإنه بيحمّل على الجسم. كل ما يكون الأكل أقرب لصورته الطبيعية، وكل ما يكون healthy أكتر، كل ما يكون عملية الهضم أفضل، كل ما يكون صحتي عامةً أحسن وجهازي العصبي أحسن. أتمنى يكون الفيديو جاوب شوية على أسئلتكم، وأتمنى إن أنا أشوفكم تاني قريب في فيديو جديد. لو الفيديو عجبك please subscribe share واكتب لي في الكومنتات محتاجين تسمعوا عن إيه تاني. شكرًا.